كابتن رضا عبد العالي وجه كلمة لشيكابالا بعد الأزمة ما بينه وبين نادي الزمالك. خلينا نسمع ونرجع لبعض مرة تانية. عايز اقول كلمه لشيكابالا. اتفضل. انت نجم كبير واسطوره ورمز غصب عن اي حد، فكبر دماغك من الحاجات دي كلها، وكفايه حب جماهير الزمالك برغم ان دلوقتي جماهير الاهلي بتسانده، في جماهير من جماهير النادي الاهلي بتسانده. اي حد بيفهم لازم يحب شيكابالا. طبعا كابتن رضا عبد احنا العال. كنا بنحب الكابتن محمود الخطيب واحنا زملكاويه طبعا. والكابتن والناس من جماهير الاهلي كانت بتحب الكابتن حسن شحاته والكابتن فاروق طبعا. جعفر وهم اهلاويه. طبعا. واخد بالك؟ بص الموهبه ما عليهاش اختلاف. والناس بتحب رضا عبد العال اهلاويه لا دلوقتي لا وزملكاوية. دلوقتي لا لا انا بتكلم على الكوره وحماد عبد اللطيف وحازم امام. طبعا فالموهبه يعني بتجبر اي حد على ان هو يعشق اللاعب صاحبها او يعشق النجم اللي هو عنده موهبه كبيره زي رضا عبد العال وزي الخطيب طبعا وكل المواهب وحسن شحاته وفاروق جعفر وطبعا اخرهم اخر الرجال المحترمين محمود عبد الرازق شيكابالا. زي ما حضراتكم سمعتوا كده، دي كانت كلمة كابتن رضا عبد العال لشيكابالا بعد أزمته الأخيرة مع نادي الزمالك. لو وصلت معانا لنهاية الفيديو ما تنساش تشترك في القناة وتفعل زر التنبيهات وما تنساش لايك على الفيديو. دمتم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.